السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مطبخ نيرو. ان شاء الله بقى النهاردة هنعمل مع بعض، هنعمل التونة في البيت. هنعملها بطريقة حلوة قوي ان شاء الله، الطريقة تنال اعجابكم. هنعملها كده بأسهل وأبسط طريقة، وهقول لكم ازاي نعملها زي بتاع بره واحلى كمان. هقول لكم ازاي نطلعها قطع بالشكل ده كده، وتبقى طالعه برده دايبه دوب. بصوا ما شاء الله. تعالوا بقى كده نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. انا جبت بقى كده سمكتين، وزن السمكتين دول كيلو بالظبط. انا جايبه السمكيه كبيره ما شاء الله، ده هي ما شاء الله كبيره، بس انا طبعا قطعتها ونضفتها وشلت الراس وشلت الديل، لان احنا كده كده مش هنستخدمهم. انا جايبه سمك ماكريل، ممكن انت تستخدمي سمك تونه، ممكن برضو تستخدمي سمكه اللي هي البلابيطه دي. طبعا مسكتها غسلتها ونضفتها كويس جدا بالشكل ده كده، وشلت الديل وشلت الراس برضو، لان احنا كده كده مش هنستخدمهم. وكان معايا كده الفرشه دي، كنت بدعك بقى كده من هنا من جوه تحت الحنفيه لحد ما شاء الله بصوا بقت نضيفه كده معايا وزي الفل بالشكل ده. هبدا بقى كده انشفها عشان برضو اعرف اقطعها. هبدا بقى كده اقطعها بسم الله. ما نقطعهاش برضو قطع صغيره قوي عشان برضو ما تتهرش معانا اثناء التسويه. كل سمكه هقطعها مثلا 3 اجزاء. عصرت بقى كده ليمونتين كبار، وانزل بقى كده بشويه من الخل. هنقول مثلا مقدار نص فنجان. وبعد كده حطيت بقى شويه ميه، هنزل بقى كده بسمك التونه، وهسيبها بقى كده لمدة ساعة في التلاجة عشان برضو تنزل اي زفارة فيها. سبت بقى كده سمكة الماكريل لمدة ساعة زي ما قلت لكم في التلاجة. بصوا المية بتاعتها بقت غامقة عملت ازاي. طبعا نزلت كل الزفارة اللي فيها والدم برضو اللي فيها. بصوا من جوه ما شاء الله بقى بيضة اهي اكتر واكتر. ولسه برضو اما اقول لكم هباقي الخطوات ان شاء الله الطريقة هتعجبكم. معايا بقى كده حلتين من المية. الحلة دي انا حاطة فيها ليمونة، وهنزل كده بفنجان من الخل بسم الله. والحلة التانية دي هحط فيها بصلة كبيرة زي دي كده بسم الله. وهحط برضو ملح، فلفل اسود يكون حصى، كل التوابل اللي انا هستخدمها تكون حصى. فلفل اسود يكون حصى، حبهان قرفة خشب، ورق لورا. هحط برضو بابريكا، نص معلقة كده من البهارات المشكلة. هبدأ بقى كده افتح الحبهان ده عشان برضو ريحته تطلع كده في الشوربة. كده المية دي غليت اهي. ما ننزلش بقى بالسمك غير لما تكون بتغلي. هنزل كده بالسمك بسم الله. انا الديلين دول انا هفتحهم برضو عشان عايزاهم يبقوا مفتوحين، عشان برضو اتأكد ان انا اتخلصت من اي نسبة زفارة فيهم. بصوا فتحتهم بقى بالشكل ده عشان لو في اي دم كده جوه انا معرفتش انضفه بالفرشة ينزل كده في مية السلق دي. بصوا الدم اللي هو محبوس كده بين الشوكة وبين اللحم. واسيبها لمدة 5 دقايق بالظبط، واول ما المية تقلب هطلعها على طول. واحط كده 3 فصوص من المستكة. المستكة برضو جميلة قوي وبتشد ريحة الزفارة معايا. وهنزل برضو كده بليمونتين كبار هعصرهم كده هنا في قلب المية دي بسم الله. وانزل برضو بالقشر بتاعهم. وده بقى كده المكون اللي هيحافظ لي بجد على التونة. هتقعد كده بباب التلاجة لمدة 20 يوم من غير ما يحصل لها اي حاجة، بس ده انا هضيفه في الاخر خالص. هبدأ بقى كده اطلعها. هسيبها بقى كده في الميه دي. هنرمي الميه دي بقى. بصوا كده الريم اللي طالع ده كده على الوش. وانزل برضو كده بشويه من الزيت بسم الله. كده التونه خلاص قربت تستوي اهي. بصوا هي خلاص تقريبا استوت. 5 دقايق بالظبط وهطلعها. معايا بقى كده نص معلقه من ملح الليمون. هنزل بقى كده بيه على التونه بسم الله. و5 دقايق بالظبط وهطفي عليها. هطلعها بقى كده. بصراحة يا بنات انا سبتها يجي تلت ساعة ويمكن اقل كمان، لان انا مش عايزاها تبقى مهرية معايا. انا عايزة كده القطعة تبقى محافظة على التماسك بتاعها. سبت بقى كده التونة بردت تماما. هبدأ بقى كده افصصها
بسم الله. بصوا السفة بيتشال معايا بكل سهولة ازاي. هبدأ بقى كده اشيل السفة، ما تسيبوهاش تبرد قوي برضو عشان الجلدة دي تطلع معانا كده بسهولة، عشان ما تجلدش كده لما تبرد. والسفة ده بصوا انا بحسه بقى بايدي كده، هبدأ اطلعه كده واحدة واحدة، بيطلع معايا بسهولة برضو. كده بقى خليت التونة بالشكل ده، ما بقاش فيها ولا سفة ولا جلد ولا اي حاجة. دي كده الشوربة اللي انا كنت غالية فيها التونة. بصوا دسمة ازاي وعاملة ازاي. هحط بقى كده في البطرمانات الازاز على قد ما ياخد، او على قد الاكلة فرد واحد. هبدأ بقى كده احط ورق لورا بالشكل ده، مش هحط اي منكهات تاني، هو ورق اللورا بس. ما شاء الله اللهم بارك. ده كده شكلها النهائي. طبعا لما نيجي ناكل بقى نحط ليمون، وحابه تحطي شويه توابل تاني براحتك خالص. انا حبيت اجربها معاكم كده واقول لكم رايي فيها بكل صراحه. بصراحه يا بنات هي طعمها حلو، هو سمك طعمه حلو والطريقه طعمها حلو، لكن مش زي التونه بتاع بره خالص. هي ممكن لو كنا عملناها بسمكه التونه الاصليه ممكن كانت تبقى نفس طعم التونه بتاع بره. فعلا السمك طعمه حلو بامانه، لكن مش زي التونه خالص. عشان برضو نبقى واضحين مع بعض، هحطها بقى كده في التلاجة على الرف عادي، بما ان الجو اصلا ما بقاش حر زي الاول. هتقعد معايا من 10 ل15 يوم، وممكن اكتر كمان. عندي بقى كده الشطة دي، هحط برضو كده على الوش بتاعها شطة بالشكل ده، هتديها برضو طعم حلو كده. ما شاء الله اللهم بارك بالشكل ده. كده بقى خلصت وصفتي النهارده. اتمنى ان تكون وصفه النهارده نالت اعجابكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.